السلام عليكم اخوتي المتابعين. نحن نتواجد على الطريق الرابطه بين جماعه سيدي يحيى بني زروال وجماعه تابوده. بزاف المتابعين اتصلوا بيا وقالوا لي اخي الزروالي ديك الطريق فين وصلت. تبعوا معي الفيديو حتى النهايه باش نعطيكم جميع المعلومات وجميع المعطيات. ها انتم كتشوفوا الطريق كيفاش عامله ما شاء الله بالقدرون وغزاله. يعني بالنسبه للناس وبالنسبه للشباب اللي هما باغيين يطلعوا لعند الاهل ديالهم، فكنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم في القبيله ديالكم في المنطقه ديالكم. واللي بغى يزور الزروالي مرحبا والف مرحبا، لان دابا الحمد لله يا ربي ما بقيناش كنعانيو مع مشكل ديال الطريق. دابا حاليا راني كنتواجد قدام الشاطو، وتحيه للناس ديال الدكان وتحيه لجميع السكان اللي هما ساكنين على جنبات هذه الطريق الرئيسيه الرابطه بين جماعه سيدي يحيى بني زروال وجماعه تابوده. لان هذه اخوتي مازال عاد الكوش الاولانيه، يعني مازالين غيديروا الكوش الثانيه والثالثه ان شاء الله يا ربي، وغيعملوا له الخط في الوسط ان شاء الله يا ربي الحبيب. ودائما كنفرحوا ملي كنشوفوا التنميه كتزدهر في بلادنا، وكنفرحوا ملي كنشوفوا المنطقه ديالنا كتزيد القدام. يلا اخواني الكرام، الى هنا استودعكم واقول لكم مع السلامه وطريق السلامه للجميع، حتى التقي في فيديو اخر ان شاء الله يا رب الحبيب.